بادئ ذي بدء ننحني إجلالاً وإكباراً لأرواح شهدائنا شهداء الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والقيم الإنسانية، وإذ نستذكرهم نزداد طموحاً لتحقيق الأهداف التي استشهدوا من أجلها. وهنا نتوقف عند فارس العدالة الاجتماعية الشهيد شرناس، الذي أرسى قيم العدالة الاجتماعية في شمال وشرق سوريا. أيها الحضور الكريم، إننا في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها شعوب المنطقة نعقد مؤتمرنا الخامس تحت شعار المحاماة حماية الحق والعدالة. روشة الاجتماعي بريبابريا خوسر دستي كر راست ريبابريا خوسر راحت شنيانا انجام كدقي انجام تبوشيني بمازن انجام ريخستني بخورد وانجام السياسة دي استراتيجيك جبو باراستنا جواك ونرخ وچاندی گوهنه گیشتن هف سر به اساسی ابری ببریا خو سر وکه نموذجك لأصل باكور رجلات سوري ده إفادة دكه ودعيني وقتي دجي وكه بروجي ديمقراطيك جبو چارەسەری هەموو پرسگرێکی گوهنە دوندرێ إفادة کۆم دکه ریا چارەسەری ليه مخابر سياسات أبو تيجرن سياسات الدجبر سياسات مضادة هذه سياسات الدجبر لتشارجوبان اتفاق هذا الشيء لتشارجوبان لهفكرين هناك ولا طالع شيء يعني زرار هذه المازن هذا النبارو كفاءة اتفاقات هذا الكلام بيشيء نا آمادن جبو دموکراسی، نا آمادن جبو ناسکرنا إراده جلال، نا آمادن نا حاضرين دي. طبعا أنا أضم صوتي بصوت الرفيق أهل حسن فيما يتعلق بدور المحامين في شمال وشرق سوريا. نضم صوتنا لصوت الرفيق قريب حسن فيما يتعلق بدورنا كمحامين في شمال وشرق سوريا، ونؤكد ومن خلال هذا الشعار حماية الحق والعدالة، ونقول نحن كمحامين العدل أساس الملك. إن لم نعدل ولم نحقق العدل ونتعاون فيما بيننا كأبناء شعوب شمال وشرق سوريا لن نستطيع إدارة مناطقنا في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها إدارتنا. ومن هذا المنبر نؤكد وقوفنا كحقوقيين وكعاملين في المجال القانوني مع قواتنا قوات سوريا الديمقراطية، ونحن نقول لهم أنتم في الخنادق ونحن وراءكم وأمامكم وفي كل مكان، متمنين لهم النجاح والتوفيق دائما. إن عدالة القضاء هو صمام الأمان في أي منطقة يتواجد عليها البشر، كما أن الظلم في أي مكان هو نزيل الخراب والدمار، وهو تهديد للعدالة في كل مكان. وإذا شبهنا العدالة بطائر فإن جناحيه هما القضاة والمحامين، وإذا اختل أي جناح منهما اختلت العدالة، حيث لا يمكن الارتقاء بالطيران ما لم يكن كلا الجناحين سالمين. فالتكامل والتقارب بين المحامين والقضاة هو سبيل الارتقاء بالعدالة. مع العلم أن حماية استقلال مؤسسات العدالة هي مسؤولية الجميع ومسؤولية كافة المؤسسات،
إن فلسفة القضاء في الإدارة الذاتية تقوم على مبدأ العدالة الاجتماعية، والتي تعتمد على مشاركة المجتمع في اتخاذ القرارات واعتماد الصلح كمبدأ أساسي في حل القضايا، وأيضاً حل الدعاوي في موطنها وبأقرب الآجال، وباعتماد روح القوانين والابتعاد عن جمود النصوص القانونية.